والله حلوين، نعمل مع بعض طاجن مكرونه بالسجق سريع. لو عندك شويه سجق مش عارفه تعملي بيهم ايه لجوع اخر الليل بقى واحنا قاعدين كده يوم الخميس بالليل، يلا نعمل مع بعض الطاجن التحفه السريع ده. كان عندي سجق في البيت. شوحته زي ما انتم شايفين، وبعد ما اتشوح كويس نزلت عليه بمعلقه توم، بيدي ريحه حلوه قوي للسجق. ودلوقتي بعد ما يتشوح كويس جدا هنزل عليه بالبصل. انا ما بحبش اقطع السجق غير لما يستوي عشان ما يتهريش، بحبه يبقى زي ما انتم شايفين كده بقطعه في الاخر. وهنزل عليه بالطماطم والفلفل. بعد ما نزلت عليه ببصليه الاول هنزل عليه بطماطم وفلفل، واسيبهم مع بعض كده ايه يتسبكوا كويس. بعد كده هنزل بالبهارات بتاعتنا 7 بهارات وبابريكا وفلفل اسود. الصلصه بتاعتنا طماطم عاديه ضربها في الخلاط مع توم وفلفل. هنا حطيت عليها خل، مهم قوي الخل بيدي طعم حلو. فلفل اسود، 7 بهارات. بهاري الصلصه بتاعت الطاجن دي بتحب شويه بهارات يعني. حطيت 7 بهارات وحطيت فلفل اسود وكزبره. بس من الصلصه خدت على السجق وخليتها تغلي معاه غلوه. دلوقتي هنفرشها في ارضيه الطاجن زي ما انتم شايفين. كان عندي كام حته زيتون كده حطيتها براحتك، عايزه تحطي جبنه من فوق، انا ما حبيتش. المكرونه سلقتها لان انا عايزه طاجن سريع، وحطيت عليها الصلصه بتاعتي وقلبتها. هنزل بقى بيها في الطاجن. هرص الطاجن بتاعنا. انا كنت عامله من كميه السجق عامله طاجن وصينيه صغيره. ودلوقتي هننزل بالمكرونه كلها يعني الجزء لحد ما نملى الطاجن بتاعنا. وهندخلها الفرن، هنغطيها بغطا وهندخلها الفرن. دي بعد ما طلعت من الفرن، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.